أرجو أن تكون الأمور أفضل من أول. حبك الله الذي أحببتني لأجل أخي خالد، بارك الله فيك، يا أهلا وسهلا. طيب الصوت واضح؟ كل شيء واضح، تمام، ممتاز. طيب الله يجزاكم الخير. يعني قوموا بعملية النشر على فيسبوك، اللي عنده حساب في الفيسبوك يعني. جزاكم الله خير. كل شيء واضح، كل شيء تمام. ننطلق بإذن الله على بركة الله. الوقت جاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى اللقاء الثالث من سلسلة دروس تفسير سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بكتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. طيب نفتتح هذا المجلس بتلاوة من بداية السورة. يقرأ معنا أخونا الشيخ أنس. معك الميكروفون. طيب أعطوني خبر بس إذا سمعتم التلاوة واضحة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك وبارك الله فيك. طيب نعود سريعا على الآيات. نحن توقفنا عند الآية الثالثة في الدرس الأول، ومن الجيد أن نختبر معلوماتنا قبل أن ننطلق إلى الآية الرابعة. فلو قلنا لماذا بدأت الآيات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، لماذا بدأ بالزانية؟ محي الدين متابع؟ نعم، لأن غالبا طيب أعطيه الميكروفون. لأن غالبا يكون الأمر يعني بسببها، يعني تقريبا بسبب الفتنة أنها هي التي تتسبب في وأيضا لا يحصل في الغالب زنا إلا برضاها، يعني. برضاها بمطاوعتها. تمام، هذا أحد الأسباب. كذلك الأثر اللي حيجي على المرأة نفسها. أحسنت، أن الآثار المترتبة على الزنا على المرأة أشد من آثارها المترتبة على الرجل، ولذلك بدأ الله بها يا عبد الله، فقال الزانية والزاني فاجلدوا. وعلى المجتمع. وعلى المجتمع يعني. طيب، وهل هذا يعني يا صادق أن الذنب الذي يتحمله الرجل أقل من الذنب الذي تتحمله المرأة؟ لا. ما الدليل من الآيات أنهما سواء في الذنب؟ فاجلدوا كل واحد منهما. أحسنت، فاجلدوا كل واحد منهما، ليست القضية فاجلدوها وإنما كل واحد. طيب، السؤال لإخوان الذين يتابعون عن بعد، لماذا قال الله جل وعلا كل واحد منهما 100 جلدة؟ لماذا جاءت كل واحدة مع أنه كان يمكن أن تكون الآية فاجلدوهما 100 جلدة؟ لماذا؟ معروف الجواب؟ ما شاء الله، كأنكم أنتم يعني أسرع يعني في الجواب. قال أبو محمد شناق يقول حتى لا، طيب ممتاز، حتى لا يظن، كل ما أبغى أضغط على إجابة. أحسنت، يعني كلها إجاباتكم ما شاء الله صحيح. حتى لا يظن أحد يا عبد الله إنه فاجلدوهما 100 جلدة نقسمها فنحط 50 للرجل و50 للمرأة، فقال فاجلدوا كل واحد، عشان ما يجي أحد يجتهد. طيب، هذا عدم الاجتهاد، هذا السؤال عندك يا أبا حسن، هذا يدل على صيغة في السورة. السورة هذه جاءت بصيغة معينة، هذه واحدة من يعني آيات بينات اللي هو وضوح. أحسنت، إن هذه السورة فيها علامة على، أو فيها ميزة، أنه جميع آياتها إيه؟ بينة مفصلة، ما تخليك تحتار، لا، مشروحة وواضحة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني هذه حدود لا يمكن نختلف بعدين، نجلد الرجل فقط لا، أو نجلد المرأة لأن هي المتسببة، طيب نجلدهم نقسم عليهم لا، فجاءت الآيات إيش؟ واضحة. طيب، نبتدأ إن شاء الله تعالى درس اليوم. يقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، هذه الآية معطوفة، ما الدليل على أنها معطوفة؟ الواو. طيب، معطوفة على إيش بالضبط؟ على آية وحد إيش؟ الزنا. حد الزنا. الآن عندنا حد سبق وفصلنا فيه بما فيه الكفاية. الآن أتت آية جديدة وهي قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. هل تعرفون ما هذا الحد؟ هل هنا حد يا عبد الله؟ انظر للآيات، ربما أول مرة تحضر، لكن ما هذا الحد؟ 80 جلدة. 80 جلدة. في حد هنا الأول، فيه حد أنت ما حضرت الدرس الماضي، لا. اللي هو حد الزنا. أي نعم، حد الزنا. لكن هذا حد إيش الآن؟ حد القذف. بدأت الآية
بقوله والذين يرمون حد القذف. والسؤال الذي يطرح نفسه يا سعيد، ما مناسبة أن تذكر الآيات حد القذف بعد حد الزنا؟ هل هناك مناسبة؟ يعني ليش الآيات هذه اللي هي آية والذين يرمون المحصنات لم تتأخر في الصفحة الثانية أو الثالثة؟ ليش ما راحت إلى عند قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض؟ لأنها جاءت بالترتيب. كيف جاءت بالترتيب؟ وضح لنا، معك الميكروفون. أول إذا كان هناك زنا فحده الحد الذي تبين في الآية الأولى. طيب ممتاز. وإذا لم يتبين بأنه زنا، أيوة، فإذا لم يتبين أنه زنا نعم، فيكون حد القذف. كيف إذا لم يتبين؟ كلام غير واضح. يعني إذا لم يتبين كيف يعني؟ تفضل يا أنس يبتسم ابتسامة يعني المشفق عليك كأنه يريد أن يخلصك. تفضل يا لما بدأ بالزنا ويعني حد الزنا، يحتاج الزنا وإثبات حكم الزنا يحتاج إلى دليل وإلى شهادة. فلما يعني يكون حد الزنا يكون بإثبات أو بينة. أيوة، بالشهود. بما يثبت بالشهود. طيب حتى نثبت حد الزنا. طيب ولا إما شهود أو اعتراف. أو اعتراف. هو يأتي معترف أو تثبت عليه بالبينة. أو يكون 80 جلدة اللي هي عقوبة القذف، أنه غير صادق أو حاولت ولما إذا لم تثبت. ما العلاقة ما بين الحدين، حد الزنا وحد القذف؟ الشريعة جاءت بحفظ ايش يا اخواني؟ جاءت بحفظ الأعراض، والعرض أمران، صح ولا لا؟ ما يتعلق بجانب النسل اللي هو كيف يتكاثر البشر، فالشريعة حرمت الزنا خلاص، وجعلت عقوبة الزاني البكر ما هو؟ أيوة، والتغريب إذا كان بكرا، وجعلت حد الزاني المحصن الرجم، صح ولا لا؟ إذن هذا، وقلنا بأن هذا هو أشد إيش؟ الحدود في العقوبة، ولذلك قال الله جل وعلا 100 جلدة. أول شيء 100، ثم لا تأخذكم بهما رأفة في الدين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، فإذا الإنسان تنزل قيمته إذا ارتكب هذه المعصية، فيجلد أو يرجم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما. يعني فيه الآن أهدرنا قيمة هذا الإنسان لارتكابه المعصية. واضح؟ طيب، لكن في الجانب الآخر الشريعة جاءت بحفظ ايش؟ السمعة، عشان ما يجي الواحد يقول الحين احنا ما دام انه اذا وقع في الزنا، اذا اوصلناه واقنعنا القاضي بانه قد زنى، ما الذي سيحصل له؟ يجلد او يرجم. فيتساهل الانسان في هتك عرض الاخرين. وكيف يتساهل؟ بالقذف. ولذلك الشريعة كما أنها شددت على الزاني كذلك حفظت عرضه. كيف حفظت عرضه؟ بأن جعلت هناك حد حتى لا يتكلم الناس بعضهم في بعض. فجاءت هذه الآيات مناسبتها لكي تحفظ عرض الإنسان، عرض المؤمن، لأنه لو ثبت وأنه قد وقع في الزنا فإيش؟ فمصيبته كبيرة وعذابه أليم. والإنسان ما دام أنه لم يقترف الذنب أو الحد فإن قيمته عند الله سبحانه وتعالى إيه؟ عالية. ولكن إذا ثبت عليه الذنب والحد خلاص تروح. ولذلك السارق ماذا يفعل به يا إخواني؟ تقطع يده. قال العلماء لما خانت هانت. اليد تقطع في ربع دينار وديتها 500 فضة. المعري استغرب، قال كيف كذا؟ يد ب5 مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف تسرق ربع دينار تقطع؟
فهو مستغرب. قال له بعض العلماء: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، صيانة النفس أعلاها، صيانة النفس أعلاها، وأرخصها خيانة المال، فافهم حكمة الباري. قالوا لما خانت هانت. فالإنسان عظيم عند الله جل وعلا، والأعراض عظيمة عند الله، لكن لما خان هذه الأمانة بالزنا، ما الذي حصل أيها الأحبة؟ قال الله جل وعلا: فاجلدوهم. وفي الآية الأخرى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وسبق هذا الكلام. طيب، الشريعة تريد أن تحافظ على هذا الإنسان، فلا يقتل ولا يرجم ولا يجلد ولا يمس عرضه. ولذلك جاءت حكمة الله جل وعلا بأن يكون حد القذف بعد حد الزنا. وكأن الآيات تقول نعم، أن الآيات تقول ماذا؟ نعم، الإنسان إذا زنى سوف يحصل له، لكن كيف تصل إلى هذا؟ إذا جاء معترفا، هذا يريد التطهير، كما جاءت المرأة الغامدية تريد التطهير. واضح يا إخواني؟ لكن أن تشهد أنت، هذا صعب. فانتبه، لا تظن بأن هذا الحكم حكم سهل، وسيتبين لكم الآن. إذن هذه هي المناسبة الآن. أنا أريد فقط أن أربط الآية الأولى بالآية الثانية، آية والذين يرمون المحصنات بالآية السابقة. واضح الآن؟ طيب، يقول الله جل وعلا: والذين يرمون. حسن، ما حقيقة الرمي؟ قال والذين يرمون. إيش هو الرمي؟ لو قلت لك ارمي، إيش معنى ارمي في اللغة العربية؟ رمي أي شيء. بإيش؟ جماد. بإيش ترمي؟ هنا يعني ولا؟ لا، أنا أسألك الحين، مو هنا، برا. لو قلت لك ارمي، ارمي ايش؟ بإيش ترمي؟ إيش باليد. الرمي هو القذف باليد، صح ولا لا؟ تمام. طيب، هنا الآن والذين يرمون بأيديهم؟ لا، يرمون تمام. إذن هم يرمون بإيه؟ بأقوالهم، يقذفون. طيب، وأيهما أشد ألما، أن أرميك بحجرة أو أرميك بكلمة؟ كلمة قد تدمرك نفسيا، صح؟ يقول لك فلان قال لي كلام والله إنه ما خلاني أنام الليل، صح ولا لا؟ يعني لو أعطاك كف عادي تتألم، لكن تنساه، تاخذ حقك، صح ولا لا يا عبد الله؟ الكلمة يمكن أبوك ضربك وأنت صغير كثير، نسيت الحين، صح ولا لا؟ لكن الكلام لا ينسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الرمي أصله في الرمي هو يعني الرمي باليد، لكن في هذه الآيات الرمي اختلف، صح؟ وهو القذف بماذا؟ بإيش؟ لا، ايوه، بس عرفوا الآن. هو الرمي بإيه؟ بالعرض. يعني بس أعطوني العبارة. الرمي القذف بإيه؟ ما هو القذف الذي جاء له الحد، جاء به الحد؟ أيوة، القذف بزنا أو لواط، أن يتهم شخص آخر بأنه زنى وفي حكمه اللواط، خلاص. وله عبارات صريحة وعبارات مؤولة، لا نريد ندخل في البحث الفقهي، لكن لو قال له يا زاني أو قال يا زانية فهذا هو القذف، أو قال له يا لوطي والعياذ بالله، فهذا إيه؟ هذا قذف. الآن قذف شرعي يترتب عليه الحد. نقول له تعال، هل عندك شهود بينة؟ 4 شهود يشهدون بحقيقة ما جرى، ولا يشهدون بعبارات تحتمل الأمرين أو 3 أمور، أو لا، يجب أن تكون صريحة. ولذلك في الشهادة التي تدفع الحد، أول ما يقول إنسان لآخر أو لأخرى يا زاني أو يا زانية والعياذ بالله، فقد وجب عليه الحد، إلا وجب عليه الحد إلا أن يأتي بإيه؟ ب4 شهداء. خلاص، على طول مباشرة يثبت في ذمته حق للمقذوف، فإما أن يأتي ب4 شهداء أو يجلد. خلاص،
أو يجلد. طيب فإذا جاء 4 ورأوا حادثة الزنا وذهبوا إلى القاضي ليشهدوا واختلفوا فيما بينهم، فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا، والثاني اختلف كلامه، ماذا يفعل بهم القاضي؟ يجلدهم 80 جلدة الجميع. طيب ترى الحادثة يا أحبابي حادثة حقيقية حصلت، حادثة حقيقية حصلت، وجميعهم صادق، جميعهم صادقون، يعني ما فيها كلام، لكن القاضي يجلدهم لأنه لم يقبل شهادتهم. واضح؟ لوجود الاضطراب. طيب الآن ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن الشريعة تريد الستر. الشريعة ماذا تريد يا أحبتي؟ تريد الستر ولا تريد الفضيحة، وتريد أن تدفع الحدود بماذا؟ بالشبهات. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود أي شبهة ندرأ الحد، ما نطبق الحد. ولهذا قال بعض العلماء إن الزنا بشهادة الشهود لم يثبت في عهد الرسول ولا ثبت في يوم من الأيام، لأن كل قاضي ينتظر الخطأ، لأنه من مهمة القاضي أن يدرأ الحد بالشبهة. فكل الذي حصل هو بالاعتراف، يأتي الإنسان ويعترف. واضح؟ إذن قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. قلنا الذين يرمون، قلنا يرمون بإيه؟ يرمون بإيه؟ بألسنة، بالزنا. شوفوا لاحظوا هو لم يذكر هنا في الآية، لم تذكر المرمي بها، المرمي به أو المشهود به كذا. والذين يرمون المحصنات، ذكر المرمي ولكن لم يذكر المرمي به. واضح؟ لأنه ما قال والذين يرمون المحصنات بالزنا، لم تكن الآية هكذا. فلماذا يا خالد؟ لأنه الآية اللي قبلها موضحة. الله يفتح عليك. للعلم به في الآية السابقة، للعلم به في الآية السابقة. طيب في قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات، طيب أعطيكم طرف السؤال. الإحصان لفظ مشترك لفظي، قد يراد به وقد يراد به وقد يراد به. لما يقال فلان محصن يراد به 1 2 3. تعالوا نشوف ما الذي يراد بالإحصان في العموم، نأخذ الفائدة عامة. والذين يرمون المحصنات، إذا قيل المحصنات فما الأشياء التي تدخل معنا؟ سؤال. فوزية تقول متزوج، وتقول عفيف، ما شاء الله. ماذا قلت؟ الحر. يا سلام، 3 أشياء: المتزوج، الحر، العفيف. المتزوجة، الحرة، العفيفة، هذا كله مشترك لفظي تحمله كلمة ماذا؟ المحصن. قال الله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما المراد بالإحصان في هذه الآية؟ لحظة نترك مجال للإخوة، فكروا أنتم. والمحصن في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، من يجيب؟ في سورة النساء. الله يفتح عليكم. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذول المتزوجات. خلاص؟ طيب واضح. طيب في قوله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما المراد بالمحصنات هنا؟ الآية الثانية برضو في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما المقصود هنا؟ الحرائر. يا سلام، أحسنتم. طيب الآن نأتي إلى آيتنا والذين يرمون المحصنات من أي الأنواع؟ إيش اللي يدخل فيها الآن؟ 3. يا رجل. طيب نأتي بأول شيء بالمتفق عليه. آيتنا والذين يرمون المحصنات، ما الذي يدخل في الإحصان هنا؟ إذا قلنا المتزوجة فمعناه إذا أنت رميت إنسانة لم تتزوج فما في حد عليك،
كلامك الآن أنت. والذين يرمون المحصنات المتزوجات. طيب فإذا رمى المحصنة غير المتزوجة، هذا معنى كلامك يا سعيد. تبغى تتراجع؟ تراجع الآن. أنا أكلمك. ها، آيتنا الآن في سورة النور، ما المقصود بها؟ العفيفة. طيب، والحرة. الحرة العفيفة. والذين يرمون المحصنات، الحرة العفيفة. طيب، ولماذا لم تدخل المتزوجات معهم في الآية هنا؟ لا، لو قلت أنت المقصود لا فرق الآن. لو قلت أنت الآن الحرة العفيفة، يعني ممكن الحرة العفيفة تدخل المتزوجة. تدخل أكيد طبعا، لأنك لو أدخلت المتزوجة أخرجت من العزباء. يعني الثلاثة هي داخلة أكيد، لكن أنت لا تقول لأنك لو أدخلتها لأخرجت من؟ لأخرجت عكسها. واضح؟ طيب، إذن الحرة العفيفة. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، ما أدري ما جاء على بالكم. ليش 4 شهداء في القصة؟ مش زي ما في كل القضايا شاهدين. والله أنت خطير يا عبد الله. لا، أنا كنت أسأل أول ليش إلا في الزنا 4 شهداء يعني. والله إنك خطير يا عبد الله، بس اصبر، هذا مو سؤالي. ها أنس، ليش خص الحكم بالنساء؟ هذا السؤال. لماذا جاءت الآية تتكلم عن النساء والذين يرمون المحصنات؟ طيب، وماذا عن الذين يرمون المحصنين، الرجل العفيف؟ لماذا؟ ليش جاءت الآية تتكلم عن من يرمي المحصنات؟ يلا أعطيه الميكروفون. ها، يلا دقيقة قبل أن تجيب. ليالي تقول لأن اتهامهن أكثر، قلنا أشد على النساء. أحسنت. طيب، عندك يا صادق. مثل ما قلنا في نعم. الدرس السابق، العثر عليهم أشد. يا سلام، أحسنت. ولأن الآيات هذه نزلت فين؟ في زمن كان الزنا واتهام الناس أمرا مستساغا في الجاهلية، فكان عادي الإنسان يقول فلانة زانية كذا، يعني مما يجري على ألسنتهم. ولأن الزنا كان منتشرا في الجاهلية، فكان الاتهام به على ألسنة الناس، لا اتهام الرجل وإنما اتهام المرأة. ولأن كذلك اتهام المرأة يترتب عليه الإضرار بها وبعائلتها وبقبيلتها وبأسرتها إلى آخره. واضح؟ ولذلك مراعاة لهذا بدأت الآية به والذين يرمون المحصنات. وليس هناك دلالة على أن الذين يرمون المحصنين ولم يكن لهم شهداء ولم يأتوا بأربعة شهداء أنهم لا يجلدون. هذا باتفاق العلماء. الذي يرمي المحصن العفيف كالذي يرمي إيه؟ نعم. طيب، قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. لحظة، فاجلدوهم 80 جلدة. أنس، ذكر العدد يدل على ماذا؟ الحصر. ذكره يدل على التفصيل، لأن الرقم واضح 80، يعني ما في 79 ولا 81. 80 جلدة، فهو نوع من أنواع التفصيل في الآية. طيب، 80 جلدة. قال الله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. إذا جاء إنسان وقذف محصنة أو محصنا ولم يأتي بأربعة شهداء، ما الذي يترتب عليه؟ نقرأ الآية. قال الله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة. أول شيء إيش؟ 80 جلدة. خلاص، هذا رقم 1. طيب، 2 لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 3 وأولئك هم الفاسقون. طيب، في قوله تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني إذا جاء يشهد في أي قضية لا تقبلوا. قال الله جل وعلا أبدا. طيب، أبدا هذه تكون في الماضي ولا في المستقبل؟ المستقبل. يا رجل متأكد؟
لا تقوم سنة أبدا بعد ذلك يعني. بعد ذلك مم. ألا نقول نحن في كلامنا أبدا لم أقل لك مثل هذا، نحن نقول كذا أبدا ما لك لوى، ما قلت لك الكلام هذا. خالدين فيها أبدا، ها الله قال خالدين فيها أبدا، حسب موقعها من الخلود الجمله. للمستقبل وليس للماضي. طيب أبدا تكون في الماضي ولا في المستقبل؟ أنا أبغى أفهم بس هذا الكلام. المستقبل. حسب موقعها. حسب موقعها في الجملة. حسب موقعها في الجملة. ها تصلح للاثنين. لأن جبت لكم مثال مما تقولونه بألسنتكم على أساس أنكم أنتم سيبويه ولا النابغة الذبياني يستشهد بكلامكم. ها بعض معارفين عاد العربي. ماذا نقول؟ أبدا أيها الأحبة ظرف لما يستقبل من الزمان، واضح؟ ليس لما مضى، واضح؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل. خلاص إذا أبدا تكون في المستقبل. طيب إذا واحد يبغى ينفي شيء في الماضي، هذه للنفي في المستقبل، خلاص لا تقبل نهي أو نفي في المستقبل تستخدم أبدا. طيب إذا يريد ينفي شيء لم يحصل في الماضي يستخدم إيش؟ طبعا هذا الكلام اللي قلناه قبل شوية أبدا لم أقل لك ذلك، هذا إيش؟ هذا لحن في اللغة العربية، هذا خطأ، ده عامية هذه. إيه لا تقول لي عبد الله نحن نقول كذا وتمشيها، لا هذا خطأ. طب ماذا نستخدم؟ ها إذا أردنا أن ننفي شيئا في الماضي فنستخدم البتة. لا في طبعا هنا من أجاب سمير قط، أحسنت قط. ها لم أقل ذلك قط، لم أقل ذلك قط. طيب الآن بس أنا أعطيتكم فائدة كده لغوية. نعود الآن. هناك 3 أحكام: فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون، عفوا، وأولئك هم الفاسقون. طيب هذه 3 أحكام تترتب على من قذف ولم يأتي ب4 شهداء. قال الله جل وعلا مستثنيا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف تتحقق التوبة في هؤلاء؟ قال بعض العلماء: يكذب نفسه. التوبة هي صلاح الحال وأن يكذب نفسه. إيش معنى يكذب نفسه؟ يروح عند القاضي يقول أنا اتهمت فلان، ترى أنا كذاب، لما اتهمته كنت أكذب. فلا يمكن أن تتحصل أن يصل إلى التوبة إلى يتحقق إلا بما بالتكذيب، وهذا ما فعله عمر. لو كان صادق طبعا ولو كان صادقا. الآن معظم يعني الناس كثير من الحالات يشهد 2 3 4 على حادثة زنا ويجلدون، ليسوا لأنهم لم يروا الزنا الحقيقي، لكن لوجود طعن في شهادتهم، في عدالتهم، في القضية نفسها، وجود أي شبهة كما سبق. فالجلد، طيب واحد فيكم يسأل يقول طيب ليش نجلدهم؟ من يجاوب على هذا السؤال؟ لا يعتبر، لا يأتي أحدا آخر. هذا تأديب، هذا تأديب. تنجلد عشان يعتبر بك غيرك، عشان ما حد يتساهل. يقال فلان مع أنه رأى وكل شيء، أقسم بالله كل شيء واضح، بس ما أدري القاضي ما قبل وجلدني، عشان مرة ثانية لا يجي أحد ويقذف. واضح؟ طيب قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا. كيف يتوبوا؟ يكذب نفسه. طيب إلا الذين تابوا وأصلحوا يعني فعلوا الصلاح. قال الله جل وعلا: فإن الله غفور رحيم، يعني يزول عنهم، لأنه قال فإن الله غفور رحيم. السؤال الذي يطرح نفسه، وهذا من المباحث الأصولية التي يعني فيها ما الذي يزول؟ شوف قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل كل ما ذكر نتنازل عنه؟ ما الذي سبق الآن؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في 3 أشياء: الجلد ورد الشهادة والحكم بالفسق. ثم قال إلا الذين تابوا.
ها يا خالد، ما الذي يزول وما الذي يبقى؟ في شيء يزول؟ الفسق يزول. طيب لأنه تاب. طيب ممتاز. الذي يبقى الشهادة لا تقبل أبدا. والشهادة لا تقبل أبدا. لا تقبل. يا سلام، حلو. والجلد الجد لا أكيد يبقى، يعني حيجلد. يعني الآن في اثنين، الجلد يجلد يجلد والشهادة لا تقبل. والشهادة لا تقبل. والشهادة لا تقبل والفسق يزول. بعد التوبة. إذا أنت مالكي. نعم أنت مالكي. طيب يلا. الجلد هو اللي يبقى، أها. يزول الشهادة والفسق. وهذا مذهب جمهور العلماء. هذا مذهب جمهور العلماء. ما الذي يحصل؟ نجي نقول أما الجلد هذه ما فيها فكة، ستجلد. إذا كذبت حالك نشيل عنك أمران، وهما ماذا؟ رد الشهادة مطلقة والحكم بالفسق. فمن تاب تاب الله عليه. أما هذه الحقوق ما دام تكلمت لا بد أن تجلد. لا بد إيش؟ أن تجلد حد القذف. مذهب الإمام أبي حنيفة أن الذي يرفع شيء واحد، الأخير بس، خلاص. في مذهب الإمام أبي حنيفة أن الذي يرد عليه الاستثناء هو آخر شيء. ما هو آخر شيء يا أبا صالح؟ الفسق. ويبقى عليه اثنان. أنا قلت لك مالكي. يبقى عليه اثنان وهما الجلد وإيش؟ وبطلان الشهادة. واضح؟ إذن عندنا الجلد هذا باتفاق العلماء إيش؟ لا يزول. والفسق باتفاق العلماء يزول. وبقينا فين؟ في الشهادة. فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة لا يزول، لأنه بس هو يستثني الأخير. فلو قلنا أطعم الشباب طعاما لذيذا، بيتزا، وأعطي كل واحد منهم 10 جنيهات وزودهم الماء إلا المتأخرين، إلا المتأخر منهم. على مذهب الإمام أبي حنيفة يقول لك المتأخر تمنع من آخر شيء ذكرته. أنت قلت إيش؟ وجبة بيتزا وإيش؟ و10 جنيهات وموية. بس المتأخر ما تعطيه بس الموية دي، تشيلها منه، لكن الأول والثاني لازم تعطيه إياها، لأن الاستثناء عندهم لا يتناول إلا الأخير. طيب والصحيح أننا ننظر هل الأول ثابت في الآية التي معنا الأول ثابت، الجلد ما يسقط بالتوبة، تب بينك وبين الله، لكن هذه حقوق بشر فلا تسقط. ولا تقبل لهم شهادة. لا، لماذا لا نقبل الشهادة؟ لفساد دينه، لكن ما دام تاب الله عليه. تمام؟ طيب وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة يا أبا حسن الذي يجلد في حد القذف ما تقبل له شهادة أبدا ولو تاب وأصبح أحسن من في القرية. بسبب كلمة أبد. طبعا ايوه خلاص، لأنه لا يستثني إلا الأخير. التوبة لا تجب ولا تمسح إلا آخر شيء عنده، فيعتبر مذهبه في هذا ماذا؟ شديد. واضح؟ لكن الصحيح أن الذي يستثنى هم الأمران الأخيران، الفسق، الحكم بالفسق، وإيش؟ ورد الشهادة. والأول هذا إيش؟ لا يزول بالاتفاق. تفضل يا أبا حسن. يعني هذه قاعدة ولا هي تنظر حسب الآية وحسب؟ لا توجد قاعدة. عند الإمام أبي حنيفة قاعدة، وعند الجمهور بحسب الأدلة. فالأدلة دلت على أن إيش؟ أن الجلد لا يسقط، وأن الفسق ورد الشهادة يسقطان بالتوبة. واضح؟ طيب والذين قال الله جل وعلا 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما معنى وأولئك هم الفاسقون؟ الفاسقون هذه ما رأيكم فيها؟ لما يقول لك أولئك هم الفائزون
أو أولئك هم الفاسقون. التأكيد هذه ليش؟ الفاسقون مبالغة. لا هنا فوزية تقول الاستغراق، بس تعدل الكلمة. الاستغراق يعني وكأنه لا يوجد فاسق في الدنيا إلا هؤلاء. شوف كيف موضوع خطير، كأن هؤلاء استغرقوا الفسق كله، كأنهم أخذوا كل الفسق الموجود في الدنيا وأصبحوا متلبسين به. فإذا فيها استغراق جميع أنواع الفسق، بمعنى أن هذا الحد حد عظيم. طيب، وهذا يدل على ماذا أيها الأحبة؟ على أن المجتمع الذي يتساهل في الزنا وفي الأسباب المؤدية إلى الزنا وفي القيل والقال واتهام الأعراض، هذا إيش؟ هذا خارج. نعم، خلاص. إذا هان عند الناس تناقل القذف وأصبح الإنسان يكتب ويقذف، فإن هذا مجتمع إيش؟ فيه من الجاهلية، فيه من الجاهلية الأولى. والشرع أيها الأحبة، الشرع لا يريد يعني انتقال قالة السوء. قالة السوء الشرع يحارب قالة السوء. هل منكم أحد يمكن أن يقول لي لماذا يحارب الإسلام قالة السوء؟ لماذا يحارب أن تقول إلى درجة أنك ربما تكون صادقا في لا، أنا أريد كذا واحد دارس علم نفس، قارئ علم نفس، يتكلم من ناحية نفسية. يعني لماذا الشرع لا يريد التساهل في نقل وتناقل هذه التهم؟ انعدام الثقة يورث البغضاء، تدنيس للعرض، كله تمام. هي أمر سبحان الله نفسي أيها الأحبة. يسبب القطيعة بين المسلمين والفتنة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذه عموميات، نريد شيء بحسب الوصف الذي ذكرته لكم. يقولون لأنه إذا اعتاد المجتمع الطعن بالزنا والقذف حتى وإن كان يجرمها سوف يستسهلها غدا، لأنها ستصبح طبيعية. كل الناس يقولوا كذا. إذا نفس الفعل سيأتي عند الإنسان في ذهنه أنه بما أن هذه كلمة منتشرة مثلا في السوشيال ميديا، في التواصل الاجتماعي، فالذين يمارسونها كثير، فإذا وقعت فيها أنا أو وقع فيها أحد ما أستبشع، لأن الكلمة الآن يعني الألفاظ تجرم أو تسهل المعاني. إذا استخدمت هذا القالب كثير، هذا المفردة استخدمت كثير وصرنا لا ننكر على بعض حينما نقولها. الآن أصلا أنت في البيت يا أبا عمار كيف تربي أبنائك على أن هذه الكلمة عيب؟ أولا لا تنطق بها، وإذا نطق بها أحد وش تسوي له؟ تبحلق في عينيه وربما تحرمه. فالطفل ينشأ على أن هذه الكلمة إيش؟ من المحرمات، يموت ولا يقولها، صح ولا لا؟ وهكذا ينشأ المجتمع على حفظ الألفاظ وحفظ الألسن، صح ولا لا؟ طيب العكس، لو صار المجتمع يردد الكلام وينقل الأخبار التي فيها قذف وفيها تهم، سيستسهل الكلام هذا، وبالتالي سيقع ربما في حد القذف. طيب القذف بماذا قلنا؟ بالزنا أو باللواط. يمكن هذا مع مرور الوقت أيضا يؤدي إلى الاستهانة بالفعل نفسه. ولذلك كما أن الشريعة حاربت الوقوع في الزنا ولا تقربوا الزنا وجعل له حد عظيم، كذلك حارب ماذا أيها الأحبة؟ الاتهام به وتداول الكلمات. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، صح ولا لا؟ المفروض ما تتكلموا بهذا الكلام. ولذلك يجب أيها الأحبة، هنا درس تربوي أكثر من كونه علمي، يجب علينا نحن ونحن نعيش في هذا الفضاء الملوث ألا نقرأ أو نتتبع، فضلا عن أن ننقل كلاما لا يليق، سواء كان هذا الكلام الذي هو الطعن بالزنا أو باللواط، انتبهوا، أو كان دون ذلك من الألفاظ. لأنه حد الفرية أيها الأحبة، حد الفرية أصله في الشريعة من هذه الآية. هذه الآية تعتبر أصل في حد الفرية، لأن الفرية هي الاتهام الذي هو أوسع من كلمة القذف. القذف هو بالزنا
أو باللواط، هذا الذي يثبت فيه الحد الشرعي 80 جلدة. طيب والفرية لو قال لك إنسان أيها المبتدع والعياذ بالله، تشكيل المحكمة إما أن يثبت أنك مبتدع وإما أن يعزره الحاكم. ليه؟ لأنه مو على كيفك تسب الناس. تمام؟ واضح أيها الأحبة؟ ها حسن. فإذا هذه الآية تحمي أعراض المؤمنين، فهي كالقاموس، كالقاعدة التي تمنع انتشار قالة السوء. طبعا الأعظم فيها ماذا؟ الذي يوجب الحد، وهو الرمي بزنا أو بلواط. لذلك أيها الأحبة مما يحصل، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، مما يحصل في مجالس حتى بعض الصالحين أن يتناقلوا بعض أخبار الساقطين والساقطات على وجه الذم، على وجه ايش؟ هذا يبتلى به بعض الصالحين. يقول لك ما سمعت فلان نعوذ بالله كذا وكذا، ثم يقول الآخر لا في أبلى من كذا، فلانة فعلت كذا وكذا، لا في أبلى من كذا. هذا ماذا يولد أيها؟ أول شيء يضر بماذا يا أبا صالح؟ ها؟ يضر القلب. ماذا تستفيد إذا سمعت أخبار هؤلاء الساقطين والساقطة؟ ماذا تستفيد؟ لا سيما في هذه الأيام إذا أذنب الإنسان ذنبا وأعلنه فإن ملايين من البشر يشاهدونه، صح ولا لا؟ وبالتالي الإنسان يجتنب ماذا؟ سماع أو نقل أو أن يتكلم، حتى وإن قيل، حتى لو سمع الناس يقولون، فلا يردد هذا الكلام، لأن له أثرا وثمنا على القلب، يضيق صدرك ويعطي انطباع أن المجتمع فسد. وقد يكون شخص واحد، يعني شخص مارس الرذيلة ولكنه نشرها، فهو عن كل، يعني هو كأنه فعل هذا بعدد مرات ما شوهد. شوفوا البلاء اللي احنا فيه الآن. واضح؟ يعني إنسان عنده مثلا متابعين بحجم 1,000,000 شخص، ثم فعل أمرا منكرا وشاهده 1,000,000، فكأن 1,000,000 شخص فعل هذا. العقل اللاواعي يبدأ يشعر بأنه الأمر منتشر، ولذلك أحيانا نصدق بأن هناك أمرا يعني هلك الناس، والناس لم يهلكوا، صالحون، أغلب الناس يعني مستورون. لكن لما تنشر، وبالذات في هذه الوسائل، ما الذي يأتي في قلبك أيها الأحبة؟ يأتي في البداية استبشاع، ثم حزن، ثم شعور بأن المجتمع قد هلك، وتدريجيا ما دام الناس قد فعلوه ربما يهونه الشيطان عندك فتفعله، لأنك ستقول لست وحدي الهالك. ها؟ لذلك الشريعة ماذا؟ حاربت انتقال الكلام السيء وجعلت له حدا أو التعزير. هذه نقطة في غاية الأهمية، وهي درس تربوي لنا أيها الأحبة. طيب، إذا لا ننقل إلا ما يسر، وإذا كنا بالفعل نريد أن نتحدث في الموضوعات فلنفعل كما نحن نفعل الآن، نتعلم كيف نعالج أنفسنا، كيف نصلح المجتمع، كيف نصلح بيوتنا. هذا الذي سيسألك الله عنه. الله لن يسألك عن الآخرين إلا إذا أنت ذهبت وبحثت عنهم، هذا فعلك أنت، وإنما أنت مسؤول عن صلاح نفسك وصلاح من حولك وبس. فإذا اكتفيت بذلك فخير ونعمة، وإذا قمت بإصلاح الآخرين فهذا نور على نور. لكن لا تشتغل في فضح الناس أو حتى التناقل بصفة ماذا؟ ما سمعت والله ضيق صدري وأنا صدري ضايق، شوف هؤلاء، شوف هذا، شوف هذا، له ثمن. وخذوها قاعدة أيها الأحبة، طبيعة البشر أنهم يحسنون سمعا ونشرا لهذا، يعني هناك في النفوس استعداد داخلي لسماع الفضيحة ونشرها. ولذلك الفضيحة تنتشر في المجتمعات الغربية كما في المجتمعات الإسلامية. طبيعة الإنسان يبحث عن الشيء الغريب فينشره حتى يحقق أعلى معدلات إيش؟ المشاهدة وأعلى معدلات الانتباه. هذه أعراض، والشرع قد حمى هذه الأعراض. واضح؟ فهذه من الأمور التي جاءت هذه السورة بحمايتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. طيب، ثم قال الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طيب، هذه الآية
ما مناسبة هذه الآية أبا صالح؟ اليوم شوية كذا مسرح، معك القهوة، قهوة ولا شاي؟ زنجبيل. زنجبيل ينوم، يرخي ايه، شكلك من كثرة ما شربت الزنجبيل يا أبا صالح. لا لسه لسه ما شربت. طيب يلا قل لنا يا أبا صالح. والذين يرمون أزواجهم، ما مناسبتها بعد ما أتى؟ هذه لو ما عرفتها يا أبا صالح. هو الله عز وجل ذكر حالات الآن في حالة عليها 4 شهود. أيوه أحسنت. الآن في حالة ما في الشاهد إلا الزوج أو الزوجة. نعم. أو الزوجة يعني. الله عز وجل فصل فيها. سمير يقول خاص بعد عام، صحيح، بس أحسنت. يلا يا شباب، هذه واضحة جدا. الآية هذه تقول والذين يرمون أزواجهم، رجل يرمي زوجته، بماذا يرميها؟ بالزنا، لأنه قلنا دائما هنا الرمي هو القذف، ولكن بماذا؟ ستر عنه لدلالة النص عليه. والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا. قال الله جل وعلا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طب فما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ يا سلام يا سلام. روتر يقول لأن حد الزنا فيه شهود 4 وحد الملاعنة ما فيه شهود. نعم يعني لأن الأصل والقاعدة أن زوج ما هو زوج اتهم زوجته، اتهم أي إنسان، لابد أن يأتي ب4 شهود وإلا الحد في ظهره. هذه القاعدة. فأتت هذه الآية واستثنت حالة الزوج. لو لم تأتي هذه الآية لجلد الزوج إذا اتهم زوجته. واضح يا شباب؟ لما نزلت هذه الآية التي هي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، جاء سعد ابن عبادة إلى رسول الله وقال يا رسول الله أرى رجلا مع امرأتي أذهب لأطلب 4 شهود حتى يقضي حاجته، خلص، وأنا أدور أحد يجي يشوف، قد خلصوا وانتهى، والله ما يشوف إلا السيف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. بس لما نزلت الآية الأولى سعد بن عبادة قال هذه تشملنا حنا كزوج. أنا كزوج وكان غيور، لو رأيت شيئا اللي هو الزنا معقولة أنتظر أطلب 4 أو أجلد؟ لا هذه قوية، أنا راح أتصرف تصرف آخر. إيش حسوي؟ السيف الأملح، لأن عشان أطلب 4 شهود سأذهب وسيقضي حاجته بتنتهي الجريمة وما راح أتحمل أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. هذا ليس سببا للنزول، سبب نزول آية الملاعنة، لا، وإنما هذا جرى بعد نزول، مما يدل أيها الأحبة على ماذا؟ أنا أريد أن أربط ما بين آية اللعان التي هي هذه والذين يرمون أزواجهم والآية التي هي والذين يرمون المحصنات، أنه لو لم تذكر الآية هذه لشامل الجلد 80 الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا. فإذا اقتضت حكمة الله. أنا السؤال أبو حسن جاهز، سؤال لك. اقتضت حكمة الله استثناء الزوج مع زوجته. لماذا؟ لماذا جاء هذا الحكم الاستثنائي؟ أخرجنا الزوج، قلنا كل إنسان يقذف ومعه 4 شهود يجلد 80 جلدة، إلا الزوج عنده حكم آخر. ليه؟ السبب اللي ذكرته يا شيخ اللي هو وهو ايش؟ عبر عنه. اللي هو يا سلام، في إجابات ممتازة هنا. ها، اللي هو يعني صعوبة أيوة،
ايوه يعني صعوبة انه يصبر لين يعني يجيب 4 شهداء في الحالة هذه. احسنت. لأنه لان تهمة نعم احسنت بارك الله فيك. اولا لان الزوج لا يحتمل، والشريعه راعت، الشريعه حكيمه، فالزوج لا يحتمل مثل هذا، ولانه لن يقول الا وهو صادق، لن يقذفها الا وهو صادق. ليه ما يقذفها الا وهو صادق يا عثمان؟ لماذا؟ قربه منها. كيف قربه منها؟ يعني قريب منها يعني في المسافه يعني؟ زوجها. طيب حتى لو كان زوجها لماذا لا يتهمها؟ حتى لو كان زوجها، ما يفسر كلامك. اعطيه الميكروفون. ها؟ ام ابنائه. احسنت، احسنت بارك الله فيك. لانها عرضه، لو اتهمها فهو اتهم فراشه وبالتالي اولاده منها. فلذلك الشريعه لم تاتي بمحاسبته، يعني ما وضعته كمن يرمي امراه اخرى، استثنت الزوج فجعلت له حكما خاصا به، وهذا الحكم يا إخواني لا يوجد في الشريعة مثله. سبحان الله. طبعا ما سبب نزول هذه الآية؟ المفسرون ذكروا عدة يعني قصة أو قصتين يدور حولها كلام المفسرين. قيل أنها نزلت، احفظوا هذين الاسمين، إما في هلال بن أمية وهو أحد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يرى رجلا مع امرأته، إن تكلم قتلته جلدتموه، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، شو يسوي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. ما في الشريعة إلى الآن جوابا لسؤالك إلا عموم الآية. فلما رجع وقع له ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعيد مرة أخرى. جاء مستفتيا ويبدو أن هذا الرجل كانت هناك ملامح وعلامات أن عرضه غير شريف، فجاء قال: طيب أنا قاعد أشوف أشياء خطأ، خلنا نروح أسأل الرسول. فلما سأله قال له: ما لا يوجد الآن، إما بينة أو حد في ظهرك. وقيل إنها نزلت، احفظوا هذا الاسم، هلال بن أمية، وقيل نزلت في عويمر العجلاني. جاء في صحيح الإمام مسلم أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نفس السؤال، الرجل يرى مع امرأته كذا، إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تحدث جلدتموه الحد، في حل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحد البينة أو حد في ظهرك، لا إله إلا الله. فلما رجع إلى منزله رأى رجلا مع امرأته والعياذ بالله، فقال: يا رسول، رجع إلى الرسول قال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه رأيته. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس. وفي رواية أنه سأل عاصم بن عدي فقال له: نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات، وهو عنده مشكلة في البيت، شاك في زوجته. قال: اذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين؟ سأل عاصم بن عدي، فاسأل هذا السؤال نفس سؤاله. فذهب عاصم بن عدي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الجواب. وقال عاصم بن عدي: فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. ايش معنى عاب رسول الله المسائل؟ كره المسائل. ايش السؤال هذا؟ يعني سؤال ثقيل، ما جيت الا بهذا السؤال. يعني تضايق النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، فرجع عاصم إلى بيته إلى أهله، فجاءه من؟ عويمر العجلاني، فقال: وش قال الرسول؟ فقال: يا عويمر، والله لم تأتني بخير،
لقد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فرأى عويمر العجلاني رجلا مع امرأته يزني بها والعياذ بالله. وقد جاء في بعض الأحاديث اسم من كان يزني بها، وهو شريك ابن سحماء، شريك ابن سحماء منسوب إلى أمه. فجاء عويمر العجلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمها في شريك ابن سحماء، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى المرأة ونادى الرجل. طبعا نزلت على رسول الله هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات. ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأقيما بين يديه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون. عبد الله بن عباس يحكي، عبد الله بن عباس يحكي يقول: فناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة وقال لهم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، يا أنت كاذب يا هي كاذبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. انتبه قبل ما ندخل في الأيمان، لأن السورة الآية هذه مرة قوية. فذكرهما بالله جل وعلا، ثم أمره أن دخل الآن في البديل عن الشهود ال4. قال الله جل وعلا: فشهادة أحدهم 4 شهادات. هو حقيقة الشهادة إيش هي؟ أنك تشهد، تقول أنا شفت كذا. الآن هذا الرجل سوف يحلف أنها زنت، فسيقول: أشهد بالله أنها قد زنت، أشهد بالله أنها قد زنت 4 مرات. يصرح بلفظ الزنا ويقسم بالله ويأتي بلفظ الشهادة. أشهد بالله لفظ الشهادة، ولفظ بالله الذي هو اليمين أنها زنت. واضح؟ 4 مرات، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول: أشهد بالله أنها قد زنت وإني من الصادقين. يكرر هذا كم؟ لا خلاص الزوجة موجودة خلاص معينة تمام. قال في بعض الروايات قال: فلما قال 4 انتهى منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا فيه، أمسكوا فاه، غطوا على فمه، لا يقول 5. ثم قال له: إنها الموجبة، يعني حذروا قبل ما يروح ل5. يعني لسه أنت عندك الآن مجال إنك إيش؟ ترجع تجلد وتخلص من عذاب، يعني عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. قال في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا فاه، ثم قال له: اتق الله فإنها الموجبة. فقال: كمل، صادق أنا. ثم قال: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو يقول كذا، ينسب اللعنة عليه إن كان من الكاذبين. فيقول اللفظ: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال هذا واستكملها ثبتت له 3 أحكام. ما هي هذه الأحكام ال3؟ أولا يسقط عنه حد الجلد، لأن الملاعنة التي لاعنها هي بديلة عن الشهود. الأمر الثاني، ما في شهادة الآن، لا ما عليه. إن كان هي نفت فما عليه له فاسق ولا عليه تسقط عن الشهادة. أي تقبل، يعني تقبل شهادته هو لا شوف احنا نقول يثبت له. أولا لا يلحقه حد القذف لأنه أتى بالبديل. 2 لا يلحقه الولد إذا كانت حامل. واضح؟ إذا حملت المرأة الآن فالولد لا ينسب إليه خلاص، وينسب إليها، ينسب إليها لأنه طلع من بطنها. فإذا الأمر الثاني ينسب إليه. طب الأمر الثالث
ها؟ تطلق يعني يثبت عليها حد الزنا. الآن صار عليها حد الزنا، ثبتت 3 أحكام. يثبت عليها لا الآن هي متهمة بالزنا، فإذا أرادت أن تدفع عنها العذاب قال الله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب. ما معنى يدرأ عنها العذاب يا أبا ياسر؟ يدفع عنها العذاب. إيش هو العذاب؟ عذاب إيه؟ حد الزنا اللي هو إيش هنا في هذه الحالة؟ الرجم، لأنها متزوجة، صح ولا لا؟ يدفع عنها، يدرأ عنها العذاب أي يدفع عنها العذاب. إيش تسوي؟ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فتشهد هي الآن. فلما جاء دورها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال للرجل عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فبدأت تحلف المرأة 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. فلما جاءت عند الأخيرة الصيغة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله 4 مرات. طيب فلما جاءت عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا فاها. قال إنها الموجبة، يعني هذه المهلكة الموجبة. قال ابن عباس فتلكأت. إيش معنى تلكأت؟ خافت، ترددت المرأة. ثم قالت أفضح قومي، والله لا أفضح قومي سائر هذا اليوم، ما أفضح قومي والله. قالت في الخامسة غضب الله عليها، غضب الله عليها إن كان من إيش؟ من الصادقين. والله إنك ذكي يا عبد الله. كيف جاء السؤال ده في بالك؟ هذا السؤال الذي سأسألك إياه أنا الآن. في الزوج ماذا قال؟ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في الزوجة غضب الله. ليش يا جماعة الخير؟ هذا السؤال اللي نعم نريده. هاي حسن. أما حسن لو جاوبت هذا اليوم تأخذ أكبر وجبة في العشاء. لماذا فرق الآن في الخامسة؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هاي أبا صالح الجوال ممنوع. شكلك كنت نعم. في عندنا إجابات صراحة، في إجابات وإجابات موفقة. عند النساء يكثر. يا سلام يا سلام يا صادق، والله ما شاء الله عليك. من شيخك أنت يا شيخ صادق؟ ما لك شيخ؟ كيف يا أخي أنت ما عرفت كيف تصرف هذا الموضوع؟ الله يهديك يا صادق. سمعت يعني في النت بعض الأحيان يعني التفسير. أحسنت. جاء في حديث تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء سألته امرأة قالت بما ذاك يا رسول الله؟ جاء في بعض الأحاديث لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فاللعن على لسانها، فلو قال لها والخامسة أن لعنة الله عليها، فأصلا هي متعودة على اللعن فتلعن نفسها عادي. فاختير اللفظ أقوى منه. هذا أحد التوجيهات. توجيه آخر أنت إيش رأيك يا عبد الله؟ أيهما أشد، الغضب ولا اللعنة؟ اللعنة مش الطرد من رحمة الله. نعم. والغضب أيهما أشد؟ هكذا يعني الغضب، لأن الغضب يحتوي على اللعن وزيادة، هو لعن وزيادة. خلاص. طيب إذن الغضب أشد. طيب ما في بعض الطلاب والطالبات هنا أجابوا بالفرق الآخر. يا صالح والله نسيتك يا صالح أنا. يا صالح السؤال يعني ولا هذه كانت طريقة حسن وتركها. لا جيتنا أنت ذحين. عيد السؤال لو سمحت. لماذا فرق في الخامسة ما بين الزوج والزوجة؟ الزوج يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول
غضب الله عليها، وقلنا الغضب أشد. مو اذا قال انه هي زنت هو كذا ما لعنها، يعني ما يعتبر لعنها، عشان كذا الله حيلعنه. الآن لماذا اختير في المرأة الغضب؟ انت دوب قلت طيب. الغضب لان مثلا كانت عارفه انه هذه هي الموجبه يعني، أيوة، وسوتها يعني. كيف يعني الموجبة؟ لأنها هي كانت عارفه ان هي الموجبه يعني هذا إن خطأين هذولين، خطأ الكذب وخطأ الزنا. أيوة، ذنبين، ذنب الزنا أيوة، وذنب الكذب. أها، تفضل يا أحمد، الميكروفون عشان بس يتابعوا الإخوان. ها ممكن تفضل. ممكن لأن ترى في أنا الزوج في عشاء. يلا تفضل. الزوج في هذه الحالة يعني أغلب الظن أنه لا يكذب. يا سلام. فكما قلت أن عذاب الدنيا أهون بالنسبة للمرأة. نعم. فلفظ الغضب يذكرها أن لا تقول بهذا القول. طيب، لماذا فرق الله في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ من المغضوب عليهم والضالين؟ وأيهما أشد مقتا عند الله؟ المغضوب. لماذا؟ لأنهم يعرفون الحق ويخالفونه عن علم. فهذه شابهت مين؟ يعني فيها هذه الصفة، هي عارفة أنه صادق. هذا الغالب أن الرجل لا يتهم امرأته إلا وهو صادق، لأن الثمن غالي عليه. ولهذا في هذه القصة هذه المرأة قالت هذا الكلام. طيب، الوجه الثالث الذي يأتي به يعتبر هذا أصعب سؤال ممكن يمر علينا في سورة النور. يا عمار، في وجه ثالث ممكن، لأنه لو الزوج لو كان طبعا هو كله مبني على مقدمة أن الغضب أشد من اللعن، فالعتب على المرأة في اللعان أشد من العتب على الزوج. يلا هات. ممكن لأنه لو الزوج كان كاذب فهو حيكون عليه عذاب زي عذاب الرمي، والرمي عذابه 80 جلدة أخف من الزنا، فهنا نفس الشيء، الزنا أكبر فعذابها أشد. شوف كذا بالله بعد يا عمار، أنت هذه قرأتها ولا ما قرأتها؟ بالله ما قرأتها؟ طب قولوا ما شاء الله تبارك الله، قولوا الله أكبر. هذه أنا والله ما جت على بالي إلا أني قرأتها. تعرفوا ماذا يقول؟ أنا أعطيكم سؤال، يعني أنا كنت والله أقول هذه لن يأتي بها أحد حتى ينتهي درس التفسير، لكن لله درك يا عمار، وسنطلب من أبوك غادر، وإلا كنا يعني حكمنا عليه بأن يكافئك ب50 جنيها. تمام؟ فإجابة يعني موفقة ما شاء الله تبارك الله. طيب، ماذا يريد أن يقول عمار؟ عندنا الآن حدان في هذه السورة، حد الزنا وحد القذف. يا شباب ردوا علي كذا، خلوكم صحيين. عندنا كم حد في هذه الآيات اليوم في سورة حتى الآن في سورة؟ عندنا حد الزنا وعندنا حد أيهما أشد؟ الزنا. طيب، لو كان الزوج كاذبا فما الذي يلزمه؟ القذف وهو 80. ولو كانت كاذبة هي فما الزنا، وأيهما أشد؟ فلذلك ناسب أن تكافئ هي بإيه؟ بالغضب، والغضب أشد من إيش؟ من اللعنة. فهمتوها؟ لكن كيف تجي على بالك؟ لذلك نحيي ونهنئ عمار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونقول له تبارك الرحمن لقد أتيت بأمر يعني ما يخطر يعني على البال إلا بتركيز، لأنه هو الزوج لو كان كاذبا سيثبت عليه حد لو افترضناه كذاب. أما لو افترضناها كذابة فما الذي كان سيلزمها لو نكلت؟ ما معنى لو نكلت؟ لو رفضت الحلف. النكول هو رفض الحلف، قالت لا أنا ما أحلف. هو حلف 4 أيمان ثم ختمها لو قالت أنا ما أبغى ما الذي يفعل بها؟ يطبق عليها الحد. وإيش الحد اللي حيطبق عليها؟ حد الرجم. وبالتالي شيء عظيم. لذلك قوبل بماذا أيها الأحبة؟ بالغضب. إذا حين ذكرنا كم سبب الآن أيها الأحبة؟
ثلاثة أسباب جاءت في المناسبة. ولذلك في هذه القصة، وهي قصة الملاعنة أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة، يعني هددها وخوفها بالله، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وقالت الكلمة وذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقبوا، لأنها كانت، يقولون كانت، يعني في بعض الروايات أنها كانت حامل، تمام، وأنه يعني تكرر منه غشيانها، واضح. فجاء يعني اتهمها وهي عندها الحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقبوها، فإن هي وضعته فإذا جاء أكحل العينين سابغ الإليتين كذا فهو لمن رميت به وهو شريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا كذا فهو لعويمر، لما تضع يعني المولود. فوضعت فجاء على هيئة من؟ شريك بن سحماء. فقيل يا رسول الله إن الصفات طلعت يلا الآن جيبها وجيبها ارجمها. ماذا فعل الرسول يا أبا ياسر؟ ها لم يقم عليها لأنها أحسن بارك الله فيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، قال لولا الأيمان الحلف لكان لي ولها شأن. لكن الله جل وعلا درأ عنها الآية ويدرأ عنها العذاب، هذا في الدنيا، ويوم القيامة إن تابت تاب الله عليها. لكن في الدنيا ما يقام عليها الحد طالما أنها لا عنت، حتى ولو جاء بإيه؟ بالأدلة والبراهين إنه، لكنه لا ينسب إلى من؟ إلى أبيه. قالوا فكان يسمى فلان ابن فلانة، حتى إنه ولي مصرا، صار والي من الولاة، وقضى الرسول بأنها ترثه هو، يعني ترثه ويرثها. لكن أبوه عويمر العجلاني أو هلال بن أمية ما لهم أي علاقة فيه، خلاص، لأنه لاعن وانتهت علاقته به. واضح أيها الأحبة؟ طيب، فإذا هذا حكم شديد من أحكام ماذا؟ من أحكام الإسلام، وهو حكم الملاعنة، وهو بديل عن الشهود الأربعة. طيب، نسينا أن نذكر مسألة، فنقول بالنسبة لمن يقذف رجلا فإذا جاءوا به قال ما أحتاج شهود، أنا مصور المشهد كامل، مصور بالجوال حقي ومعاه الجوال وفرحان، وقال القاضي تفضل. ما رأيك يا سعيد؟ في بالكم ما شاء الله. يا شيخ يجلد العبد. كيف يجلد؟ معاه دليل. أعطيه. كيف؟ تعتبر شهادة واحدة. طيب، قبل أن نجيب على هذا هنا الآن قبل أن نجيب على هذا السؤال الآن، فقد رسول الله أول شيء فرق بينهما فرقة أبدية. الزوج لا يلحقه الفراش، يعني لا يلحقه المولود، والمرأة لا يقام عليها الحد، والرجل لا يقام عليه الحد بسبب الملاعنة. ويفرق بينهما الحاكم فرقة أبدية. ولو تزوجها رجل آخر، ولو تزوجها رجلان وطلقت، ليست كالمرأة يطلقها الرجل 3 فتتزوج زوجا ثم تحل لزوجها الأول، لا، هذه إلى أن يموتا ما يمكن أن يرجع إليها ولا ترجع إليه بسبب هذه الملاعنة. فالموضوع ليس سهلا أيها الأحبة. نرجع إلى سؤالنا. رجل وثق حادثة الزنا والعياذ بالله بجواله بكاميرته، فلما راح واتهم فرحان أنه هو يعني يريد إقامة حد من حدود الله جل وعلا، فهل يقبل مثل هذا؟ لا يقبل. خذ الميكروفون وأجب. لماذا لا يقبل؟ ينفذ عليها حكم الحد؟ لا، ما ينفذ. سواء طبعا في حالة المرأة أو حالة الرجل. لماذا؟ حتى مثلا لو صدق مثلا يعتبر شهادة واحدة يعني. طيب، لماذا؟
وهذا الدليل قدامه القاضي يستطيع يشوف. قد يحتمل انه مفبرك او شيء. احتمال اللعب، صح ولا لا؟ إيه. بالذات الان التكنولوجيا الاي اي، هذا اللي يسموه الاي اي اللي هو ايش؟ الذكاء الاصطناعي. تركب صوره على صوره، تحط صوت على صوت، ويعني ويجي الانسان والناس تتلاعب بمثل هذا. فالقاضي اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. اذا في احتمال ما استدل بهذا، احطه على جنب كقاضي، ثم يقول القاضي لهذا الرجل ماذا يقول له؟ عندك شهداء 4 أو الحد في ظهرك. ولا بد أن يفعل هكذا. لماذا؟ لأنه لو قبل التصوير ماذا سيفعل المجتمع؟ شوفوا الآن، شوفوا ماذا يترتب على هذا الحكم. كل واحد راح يصور، وهذا يشتكي هذا وهذا يشتكي هذا، وتنتشر الجريمة والعياذ بالله والفاحشة. لأنه أنت سهلت الآن. أول كان صعب، الشريعة صعبت 4 وينطقون في مجلس واحد ويتطابقون وإلى آخره، مشدد. أما هذا لا، هذا واحد. وبالتالي هذا مما يدرأ به الحد، أنه شبهة عظيمة جدا. برضو يعني ابتداء هو ما طلب الشهداء يعني مع الأزواج، هي ملاعنة. نعم. فإنه يجيب مش مطلوب. نحن ما نتكلم بس في الملاعنة، نتكلم عن رجعنا للآية الأولى. واضح الآن؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه، والسؤال هذا يوجه لك يا خالد. السؤال هذا يوجه لك يا خالد. لو أن امرأة رأت مع زوجها امرأة أخرى وذهبت، فهل يثبت لها هذا الحكم؟ يلا السؤال لكم أيضا. خالد يحتاج يتأمل. لا هي زوجة، لا انتبه، هي زوجة اتهمت زوجها. الآن لو اتهم الرجل زوجته فالحكم الملاعنة، لا يلزمه أن يأتي ب4 شهود. ماذا لو العكس؟ المرأة هي التي اتهمت زوجها، قالت أنا رأيته يفعل كذا وكذا وكذا في البيت في المكان الفلاني، وكل شيء يعني ثابت. يلا يا خالد. ينطبق نفس الكلام أتوقع. أتوقع ينطبق نفس الكلام، نفس الحكم. تأتي وتحلف وكذا. أتوقع يرمون أزواجهم، المفروض الزوجة داخلة في الموضوع. أتوقع الزوجة داخلة في بحكم إنه الشريعة أتت ب ما رأيكم؟ لفظ الآية يخالف. الله يا أحمد أنت ما شاء الله عليك. تفضل. أقول أن لفظ الآية يخالف. في الآية 9 تقول ويدرأ عنها العذاب. قبل ذلك مو يقدر يكذب زي ما كذبت هي، فممكن يكذب كمان. لا، السؤال بكل بساطة، هل هذا الحكم ثابت في حالة قذف الزوجة لزوجها؟ الجواب نعم. لا. أحمد يقول لا. هي هذا الأحكام واضحة، فما فيها لف ودوران. يعني إيش؟ لا ولا أيوة؟ لا. طيب ما الدليل من الآيات على أنها لا؟ هذاك عليها اللعنة، يعني تغير، يعني يكون هذاك عليها الغضب. والذين يرمون أزواجهم. الله يفتح عليك يا صادق. يعني الحين صادق قدو يعني ما يتكلم يعني مثلكم عربي ما شاء الله تبارك. يعني شوفوا جاوب على السؤال، يعني صح يا صادق؟ ما شاء الله عليك. طيب يقول الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم، نص الآية تقول والذين يرمون أزواجهم، الذين يرمون أزواجهم، فلفظ يرمون هذا لفظ مذكر، فهو يتكلم عن ماذا؟ عن الرجل يقذف امرأته. فالعكس لا يدخل. ليش العكس لا يدخل؟ لأن العكس ماشي على إيه؟ على الأصل. أحسنتم. والاستثناء يكون بمقدار ما جاءت به الآية. إيش الأصل عندنا؟ أن من رمى يجلد إلا أن يأتي ب4 شهداء. نبقى على هذا الأصل. ما الذي خرج من هذا الأصل؟ لفظ الآية والذين يرمون أزواجهم، واضح، ويدرأ عنها العذاب. نستخرج هذا فقط. طيب حسن كذا كأنه عنده سؤال، يقول طيب وش تسوي المرأة دي؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ وقد تكون فعلا مطلعة ورأت، ويعني نسأل الله العفو والعافية.
جميل جميل. في هنا جواب يقول يعني يعني ما الخصوصية في الرجل؟ قالت لأنه لا يترتب عليه الحمل ولا العار ولا شيء. شوف هذا جواب ذكر عند بعض العلماء، يعني لا يثبت لها هذا الحق، لأنه لو افترضنا أن الزوج قد زنى هو لا يحمل، صح ولا لا؟ الحمل عند المرأة، العار لا يلحقه كما هو يلحقها، صح؟ ولذلك ما أعطت الشريعة، ما تنازلت مع المرأة كما تنازلت في حق الرجل، لأن الضرر على الرجل أشد، لا يستطيع أن يحتمل الرجل لأن هذا فراشه. أما المرأة، طيب إيش تسوي المرأة؟ تجلس مع رجل وهو يفعل الزنا؟ يعني إن ذهبت وما معها شهود إيش بيصير لها؟ حد القذف، أليس كذلك؟ لابد تأتي بشهود، وإذا لم تأتي بشهود فماذا تفعل؟ هذا السؤال عندك يا حسن. يلا عبد الحميد يقول الصبر. الله يهديك يا عبد الحميد، تزعل علينا. ها والله أحكام عظيمة يا إخواني. ها يلا يا حسن. تسكت. كيف تسكت؟ لا ما لكم لغة. كيف استتاب الرجل؟ يستتاب الرجل؟ يعني يناصح واستتاب ويتوب الى الله. المرأة ماذا تفعل؟ يعني تروح يعني تطلب ايش؟ الخلع ولا الطلاق؟ الطلاق. تطلب الطلاق، تطلب الطلاق، ما تسكت. تمام؟ هنا يثبت لها حق ايش؟ الطلاق. تذهب وتقول للقاضي الطلاق. لماذا؟ لأن هذا ليس عفيفا. ارجعوا أول، الزانية لا ينكحها إلا كيف؟ لا تقول خلاص أنا ما أجلس معه، بس ما تتهمه. كيف؟ لا تطلب الطلاق لانعدام العفة. كيف؟ هو سينكره طبعا. لا شوف، المرأة إذا لم تتهمه بصريح الزنا لا يثبت عليها حد الزنا. ما قلنا الآن تخالع، تطلب الطلاق. أيوة هذا يكون في ضرر. وانا ما سويت شيء. ها؟ انا ما بطلق بس تذهب إلى القاضي. هذه مهمة القاضي الآن. جواب المعلم تطلب الطلاق. القاضي هو الذي يأتي لها بالطلاق، عنده إجراءات معينة وأدلة معينة يستمع إليها وإلى كلامها. أهم شيء أنها لا تتهمه صراحة بالزنا، لأن إذا اتهمته صراحة بالزنا سوف يثبت له حق القذف. وإنما تقول الرجل ليس عفيف، وأرى يعني علاقات محرمة، أرى مكالمات محرمة، أرى آثار في الغرفة لا أستطيع أن أستمر معه، وتأتي بهذه الأدلة التي هي القرائن وليست البراهين، فبناء عليها تطلب الطلاق ويثبت لها حق الطلاق. واضح؟ هاي أنس مقنع؟ أحسنت. إذن أيها الأحبة، المرأة حلها في هذه القضية ليس كحل الرجل. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها، وأنه أن نظرا لأنه لا يلحقها عار كما يلحق الرجل، فليس لها حق في الملاعنة، وإنما الملاعنة حكم خاص في الرجل يرمي زوجته بالزنا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها. ثم قال الله جل وعلا في الآية الأخيرة في الوجه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، كأن في الآية شيئا محذوفا. ما معنى ولولا فضل الله؟ لما تأتي لولا يكون لها جواب. لولا أنك جئت لما أدركت العشاء، لولا أنك حضرت الدرس لفاتك علم كثير يا أبا البشائر. صح كذا ولا لا؟ صحيح. طيب هنا في شيء. لولا أن من الله عليه أحسنت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ببيان هذه الأحكام لأهلك بعضكم بعضا وأفسد بعضكم بعضا ولأصبحتم إيش؟ كالبهائم يسطو بعضكم هكذا. وأن الله سبحانه وتعالى تواب لمن تاب حكيم
حينما يشرع الأحكام. واضح أيها الأحبة؟ إذن في هذه الآيات العظيمة أيها الأحبة قوة الشريعة في الحفاظ على الأعراض، وحكمة الشريعة في مراعاة الرجل الذي تهمه ماذا؟ صيانة عرضه. وللأسف الشديد كما ذكرنا لكم في الدرس الأول أن من الرجال من يسمى بالديوث، الذي يرى ويسمع ولكنه يغض الطرف، إما لأنه عديم الغيرة وإما لأنه مستفيد. تذكرون أم مهزول وعناق؟ ماذا قالت أم مهزول؟ كانت امرأة بغي في الجاهلية، قالت له أتزوجك وأنفق عليك. من وين تنفق عليه؟ البغاء والعياذ بالله. فالشريعة صانت أعراض المؤمنين الأسوياء، أما هؤلاء فهؤلاء خارج الدائرة، لأن هناك من يرضى وهو يرى ومتأكد من عدم عفة زوجته والعياذ بالله، والعكس كذلك. والعكس ترضى وتقول ما دام يدفع، ما دام يعطيني، خليه يسوي اللي يبغاه. والله العظيم أيها الأخوة، وهذه ترى يا إخواني من بلايا هذا الزمان. تقول المرأة طالما هو عنده فلوس ويعطيني خليه يسافر يفعل ما يشاء، وهي تعلم تماما أن مقابل هذا الرضا أن يمارس الرجل ما يشاء. ثم ماذا يفعل الشيطان أيها الأحبة؟ يأتي إلى هذه المرأة فيقول لها ما دام أنه هو يفعل فلماذا لا تفعلين؟ شوفوا كيف الشريعة جعلت لكل هذا حدا، ولذلك يجب على المجتمع أن يقتدي بهذه الآيات وأن يطبق هذه الآيات وأن يعمل بهذه الآداب الشرعية. والسورة كما ذكرنا لكم أيها الأحبة جاءت في بدايتها بالأحكام القوية الصارمة لكي تؤدب المؤمنين. ولأن هذه الآيات جاءت على مجتمع كانت لديه سوابق في الجاهلية في الاستهانة بالأعراض وانتشار الزنا، فإنها تكون بهذا قد ماذا؟ أغلقت الأبواب على من في قلبه مرض. لذلك أيها الأحبة أيها الإخوة، ما هي العبرة من درس هذا اليوم؟ العبرة ليست في المعلومة، ودائما نكرر هذا، ربما تكون المعلومة يعني لبعضكم جديدة، لكن ليست العبرة هنا. العبرة في إصلاح النفس وإصلاح الأهل وإصلاح المجتمع، بأن نقل قالة السوء والتساهل في الألفاظ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التساهل في الفعل نفسه، ثم ربما إذا مارسه قريب لك لا يؤثر فيك كثيرا، ثم والعياذ بالله ربما تقع فيه، فبالبداية تستصعبه ثم ماذا؟ تستسهله. وهكذا الشيطان. قال الله جل وعلا في الآيات التي سوف تأتينا في الوجه الثاني، أول الوجه الثالث: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي يقول لك من البداية إذن والعياذ بالله أو أنت تزنين، ما يأتي، وإنما يسهل المداخل الزنا والعياذ بالله. فإذا استسهله المجتمع وصار يدافع عن هذه المهنة والعياذ بالله أو عن من وقع فيها عيانا بيانا ويظهر الرأفة التي نهى الله جل وعلا عنها، ماذا يصبح؟ يدخل المجتمع في هذا المنزلق وتختلف عند هذا المجتمع المعايير، فيصبح هؤلاء ولو كانوا زناة نجوما، لأن عندهم مال وعندهم ثروة وعندهم شهرة وعندهم، فيضطرب المجتمع وتضطرب عنده المعايير. لو رجعنا إلى سورة النور نجد الأمر مختلف: وأولئك هم الفاسقون. واضح يا إخواني؟ حكم بالفسق، حكم بالجلد، حكم باللعنة، حكم بالغضب. موضوع ما هو سهل أيها الأحبة، الأعراض هذه. لذلك أيها الأحبة ما يجري اليوم من التساهل العجيب يعني في كل مسببات الزنا وسماع الكلام وتناقله بين الناس والجهر بالفضائح، الجهر بالفضائح. يعني الإنسان يفعل زمان كان الناس في عافية، يفعل الإنسان المعصية بينه وبين الله فيصبح ولا يدري عنه أحد، فهو قريب من رحمة الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ينام ويعصي الله ثم يستره الله جل وعلا، فإذا أصبح إيش؟
هاتك يا شتاب يهتك ستر الله عليه، يعلم الناس. هذا جاء به الحديث. اليوم ما يحتاج يصبح، لأنه في نفس اللحظة ممكن يعلم الناس، صح ولا لا؟ ويتناقل الناس هذا الخبر ثم يقلد بعضهم. ليه؟ لأنه يرون أن الناس يمدحون ما يذمون. عقل الإنسان إذا قلت فلان شاطر 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 ممتاز ممتاز ممتاز، تلقائيا عقلك وش يفهم؟ انه هذا كويس العمل اللي قاعد يسويه، واذا كان كويس انا ممكن اسويه، صح ولا لا؟ بخلاف ما لو حاصره المجتمع. ولذلك كما قلنا في التغريب يغربه الامام في الزاني البكر. كل هذا عشان المجتمع يزدري هذا العمل فتكرهه النفس فيقل في المجتمع. كذلك كان ماذا يا اخواني؟ مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حوادث معدودة حفظها التاريخ لأنها معدودة في مجتمع يعني طاهر. قد جاء من يريد التطهير من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتطهر في الدنيا وأن يدخل الجنة يوم القيامة. إذن أيها الأحبة، هذه السورة بالفعل سورة مفصلة وتحافظ على أعراض المؤمنين وتضع الحدود الشرعية حتى لا ينزلق المجتمع في براثن الرذيلة والعياذ بالله. واضح الكلام؟ طيب السؤال، من منكم الذي مستعد يسمع الآن؟ حفظت يا أنس؟ ها أيضا في واحد رفع يده بعدين سوى كذا، واحد الله يستر عليه. نعم، هل هناك سؤال أو استفسار من الإخوة هنا قبل أن نغادر؟ الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح يعني بيئاتنا. وأيها الأحبة، يعني هذا الحديث حديث طويل، ولذلك في هذا الزمان يجب أن يختار الإنسان جلساءه وجلساء أبنائه وجلساء من؟ بناته، وأن يعرف من يتابعون. يعني زمان كان واحد يقول أشوف ولدي من جالس جنبه في المدرسة وفي الحي يروح مع مين وانتهت القضية. لكن الآن هو يشاهد من ويستمع لمن. هذه مهمتنا الآن كآباء، نعرف أبناءنا يتابعون من ويعرفون أخبار من. ولذلك أنت الآن لو أردت أن تعرف اذكر اسم أحد المشاهير أو المشهورات واسأل البنات أو البنين، إذا كانوا مطلعين على أخبارهم وكذا فهذه مصيبة، معناته يتابعون، لأن هؤلاء لا ينشرون الفضيلة إلا من رحم الله، لا ينشرون الفضيلة. أنا أتكلم عن نوع معين، وإنما يشجعون بطريقة لا مباشرة على أن، وهكذا القدوات. هذه مشكلة يعني القدوة، هذه مشكلة القدوة، لأنه يظهر بمظهر حسن يسول لمن يشاهد بأن فعله طيب. والخوف من هؤلاء أشد من الخوف من صديق المدرسة والجار، لأن أولئك يستخدمون طرقا فعالة وسموم قوية، وهذه من بلايا عصرنا. ولذلك أيها الأحبة، الذي يريد أن يربي أبنائه في هذه الأيام وبناته على الفضيلة فهو المؤمن القابض على دينه كالقابض على جمر. لأن أسلحة المساعدة والمدافعة التي كانت بأيدينا قديما تقريبا الآن ضعفت. لذلك دائما نقول اختر لأبنائك الأصدقاء الجيدين، ولبناتك الصديقات الجيدات، ولزوجتك يعني الصديقات الصالحات، وتكون هذه الآداب بين أيدينا، هذه الآداب الإسلامية، أن لا نتكلم إلا فيما ينفعنا، أن نكون صالحين مصلحين، أن لا نتحدث بالفحش قالة السوء وأن لا ننقلها، وأن إذا أتتنا أن نحذفها. أتعجب من رجل عاقل لما يرتوت أو يشير، هذه الكلمات يعني اسمحوا لي أني استخدمها مع أنها كلمات غير عربية، لكن هذه هي المصطلحات، وهو يعلم بأن الخبر مكذوب أو أنه صحيح لكن مثله لا ينقل، لكنه يرى الناس يفعلون. طيب ما لك يعني؟ أنت إمعة؟ هل أنت إمعة؟ هل أنت إمعة؟ من هو الإمعة؟ الذي يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت. مع الخيل يا شقرة، صح ولا لا؟
فهمتم؟ لا ينبغي للمؤمن أن يكون هكذا، لابد أن تكون للمؤمن والمؤمنة الشخصية المستقلة. نرجع إلى إيه؟ إلى كتاب الله جل وعلا. هذا الأدب، إحنا ما عندنا مصدر آخر يا إخواني يؤدبنا، لدينا هذا المصدر وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يعني فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وكيف امتثله، وكيف كانت المجتمعات الطاهرة. وننأى بأنفسنا، لأن سوى ذلك لن تجني من ورائه البشرية إلا العناء. وما المجتمع الغربي إلا أكبر شاهد على حالة الانعتاق من القيود. أين يصلون؟ يصلون إلى إيش؟ إلى البهيمية. لا يوجد فرق يعني خلاص افعل ما تشاء. والمسلم لا يفعل هكذا، مقيد. فهو إن فعل الفاحشة فهناك روادع، حدود، سمعة. وإياك أن تتكلم في أحد. شوف الآيات، إياك أن تتحدث بالسوء عن أحد، حتى ولو رأيت، تسكت، تستر. ما أعظم هذا الدين أيها الأحبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم الصالح والعمل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا أعراضنا وبناتنا، وأن يكفينا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، طولنا عليكم أيها الإخوة الذين تدرسون معنا عن بعد. يقول أحسن الله عليكم، لماذا لا تتهم المرأة زوجها للقاضي إن رأت؟ طيب، وعلى هذا كيف يرجم المحصن إن هي فقط طلبت الطلاق؟ بارك الله فيكم. لا، احنا قلنا الآن المرأة ما تروح تتهم زوجها بالزنا، لأن لو اتهمته بالزنا سيطلب من القاضي ماذا؟ راح تورط نفسها. لكن إذا رأت هذا تعرض وتقول أنا لا أريده، أنا شاكة فيه، أنا عندي أدلة أنه يلف ويدور. تعرض بالكلام ولا تصرح بإيه؟ بالزنا، لأن الزنا له ألفاظ صريحة ما يحتمل المواراة. لكن خلاص تفترق منه. واضح؟ فهذه ما جوابنا. يعني أخت إلاف، ما تبقى المرأة مع رجل يمارس الزنا، وللأسف ذكرنا أن هناك من تصبر على هذا الرجل، بل تصبر وهي راضية مبسوطة إذا كان عنده فلوس. نعم، هذا يعني أقول لكم إياها كده بالبلدي، إذا في فلوس تهون هذه العيوب للأسف الشديد. والمؤمن والمؤمنة لا يقبل مثل هذا. إذا تصبر بس يمكن لعله يعني ما تبغى يعني إنه تاخذ بيتها زي كذا. نعم، إذا رأت منه صلاحا وتوبة وإنابة واستغفار فإن الله غفور رحيم. لكن إذا استمر، احنا نتكلم عن رجل لا يظهر عليه بوادر التوبة، ووصفنا احنا الحالة هذه، حالة الناس اللي عندهم فلوس ويفعلون هذا، وهذا يعني غذاؤهم، ونسأل الله العفو والعافية. نعم، إذن الحمد لله يعني مرينا على تقول مطلوب منها الشهود للملاعنة. نعم صحيح يا إلاف، نعم مطلوب منها الشهود. إذا جاءت تريد أن تتهم زوجها بالزنا فلا بد تحضر 4 شهود أو تسكت وتطلب الطلاق بالطريقة التي ذكرناها. الملاعنة خاصة بالرجل. يبدو أنك تأخرت يا أخت إلاف، وإلا أجبنا على هذا السؤال في البث. طيب، جزاكم الله خير. نعم. لا، هذه أحكام بين المسلمين. نعم، هذه الأحكام بين المسلمين. هذه الأحكام التي ذكرناها كيف يعني هذا الحد هذا الحد الذي ذكرناه لا يثبت. أما الأحكام الأخرى، القوانين، التشريعات التي تقتضيها يعني يقتضيها حكم المعايشة، هذا أمر آخر من صنيع الإمام. لكن الحد الشرعي الذي ورد في كتاب الله إنما ورد في حفظ حقوق المسلمين فيما بينهم وبين بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا عليهم. في أمان الله أيها الأحبة، في أمان الله.